بما انه رانا في موسم السردين، جيت وجبت لكم معايا وصفه الدولمه سردين تجي قوه في البنه واللي راح توجدوها في وقفه. هنا نبداو قبل بالدرسه اللي فيها نص راس توم، مغرفه طماطش تاع الباطا، واللي عنده لاكي يزيد لاكي. انا ما كانش عندي سما ما درتش. هنا 3 مغارف زيت، واللي عنده السمن ولا يدير السمن. الملح، نزيدو لي زيبيس اللي درتهم انا، فلفل الكحل والكمون. الكمون اجباري مع السردين. هنا نزيدو شويه حشيش شربي يكون مقطع رقيق، ونقليو الدسه تاعنا. لازم نكونوا نقصنا النار باش ما يتحرقش الثوم، باسكو كي يتحرق الثوم تولي الكو تاع لاصوص ديالكم مره. هنا زيت الطماطيش تكون مسكرفجه وحركتها وخليتها تتقلى نص ساعه على نار تكون مهيله. في الوقت اللي تكون فيه لاصوص ديالي تتقلى نروح ندير انا لي بول تاع السردين. هنا عندي قريب كيلو تاع سردين، نقيتو كامل، حيت له الشوك ورحيتو شويه في الاشواط. انا درت له حبه بصل تكون مقطع رقيق، ودرت لها نص راس توم، وزدت لها حشيش شعبه تكون مقطع رقيقه. هنا زدت لها الروز يكون طايب، كميه اللي حبيتوها نتوما زيدوها، تقدروا تاني تستغناو عليه. نزيد مغرفه تاع طماطيش تاع الباطا، نفس لي زيبيس درتهم في الدرسه حنديرهم هنا تاني. فلفل الكحل والكمون، واللي عنده لاكري قلت لكم تاني يقدر يدير لاكري. زدت تاني هنا بيضه باش ما تتفتحليش لي بولات في المقله ولا في الطاجين، ونحركهم بيدي باش تدخل كامل المكونات مع بعضهم. مش مخت يدي هنا بالزيت، وشكلتهم دي بولات يكونوا متوسطين، ونكمل كامل الكميه اللي عندي. انا لاصوص تاعي بعد ما تقلات زدت لها ما يكون سخون، ونحركوها ونحط لي بولات ديالي يطيبوا. نستفهم كامل في الطاجين. هنا لازم النار تكون مهيله، ونغطي عليه ونخليه يطيب. انا هنايا ربي 20 دقيقه كان طاب. انا هنا رافقته مع شويه فريت وخبز الدار ولا المطلوب، كل واحد واش يقول له. نتوما تحبوا ترافقوه مع الرز ولا تحبوا كل واحد كيفاش يحب. نتمنى تكون عجبتكم وصفه اليوم. ما تنساوش تخلوا لي ارائكم في التعليق، ومتابعه للقناه باش يوصلكم كل جديد.